السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الحلوى ديال الناس زمان. عندنا كاس ديال سنيده، عندنا ساشي ديال فاني، عندنا 20 غرام ديال الزنجلان محمر، المهم نحمرو غير شويه ماشي بزاف. كنخلطوا العناصر ديالنا مزيان. راه الفيديو راه واضح وفيه كلشي موضح. عندنا جوج بيضات، هاد الحلوى كتجي زوينه وكتفكرنا في ايام زمان، والله الا زوينه بزاف ما تشبعوش منها. نخلطوا العناصر ديالنا مزيان مزيان. من بعد كنضيفوا كاس لاروب ديال الزيت نباتيه، نخلطوا مزيان حتى يتخلط تجنسنا العناصر ديالنا. من بعد كنضيفوا الدقيق شوي بشوي حتى كنجمعوا العجينه ديالنا. نجمعوا العجينه بشوي بالاصابع باش ما تقصحش لينا. كنضيفوا 2 خمارات حمرين 16 غرام، وكنجمعوا العجينه ديالنا. حتى كنحصلوا على هذا الشكل، يعني ما تجيش العجينه قاصحه، يعني بحال عجينه الصابلي. كنسرحوا العجينه ديالنا على ورق، نسرحوها مزيان، ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه عاوتاني بزاف باش ما تهرش لينا وما تحرقش لينا في الفران. خاص تكون بين وبين، يعني السمك ديالها يكون ما بين رقيق وما بين غليظ. كنقطعوا الحلوى ديالنا بهاد البوق او اي ماشم عندكم. انا تفضلت هذا، نتوما الذوق ديالكم اختيار ديالكم. المهم راه الفيديو راه واضحه فيه الصابلي ديالنا، نقطعوه مزيان. من بعد تنحطوه في الطاوه، وفي هذا الاثناء كيكون الفران سخون. نحطوا الحلوى ديالنا في الصينيه. من بعد كنزينوها بصفرة البيض مع شويه ديال القهوه، كندهنوها بصفرة البيض مع القهوه. من بعد كنديروا الزنجلان، كنرشوها بالزنجلان، كنزوقها بزريعه خضراء. كل واحد واش باغي تسوقها بجوز الهند، اللوز، كلشي كيجي فيها. انا فضلت السمسم يسمى بالزنجلان وزريعه خضراء، كيجي واحد اللوغو فيها زوين بزاف بزاف. كنكملوا الصينيه ديالنا على هذا الشكل، نزينوها كامله وكندخلوها الفران حتى تحمر لينا الحلوى. وبالصحه والراحه الى الفيديو القادم ان شاء الله. نتمنى منكم التشجيع، بارطاج، كومونتير ولايك. جزاكم الله خيرا.